السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين عسكري 0506. تحية يعني لجميع العساكر في مكانه. اخيرا نتفرجوا في الجيش الملكي. تقريبا الخوت لمدة شهر كامل يعني ما تفرجناش في الجيش، ف شي صعيب علينا بزاف حنا كجماهير عسكرية. توحشنا الغالية بزاف، فالحمد لله يعني جاء الوقت. الجيش الملكي كونتر الوداد نهار السبت ان شاء الله مع 6. ماتش مهم، وان شاء الله باش نمشيو في سباق البطولة وحصد اكبر عدد من النقاط باش نحسموا البطولة مبكرا. لما لا ان شاء الله. بالنسبة لهذا الماتش الكلاسيكو فكتبقى مباراة يعني للتاريخ، ويعني ان شاء الله الدراري معولين عليهم رجال يجيبوا ان شاء الله من الملعب البشير بالمحمدية. المهم بالنسبه لي يعني التشكيله المتوقعه اللي يقدروا يدخلوا بها نصر الدين النبي بالنسبه لي، حراسه المرمى يدخل كيف العاده بن عبيد، والاشاره الخوت فبن عبيد حاليا هو اغلى لاعب في البطوله، وصراحه كيستاهل نظرا للمردود اللي كيقدم مع الجيش الملكي والكونفوكاسيون ديالو مع المنتخب. ما شاء الله يعني التصديات ديالو كتهضر عليه، والسيد كيعرف يلعب برجليه. فبالنسبه للثنائيه ديال لاكس فما كنظن يعني ما غاديش يخرج نصر الدين النبي يعني المألوف، فغادي يدخل بالثنائيه ديال زهير مرور والصوابي. بالنسبه للاظهره فكنظن انه غادي يدخل بمفيد ومنصف العامري، يعني على غير ايمان شيموي. دابا حيت شفتو ولا كيدخلوا بزاف في لي ماتش اميكو. بالنسبه للوسط فالثنائيه كيف العاده ديال الناجي وحريمات. ميليو اوفونسيف زحزوح واللي كيعتمد عليه بزاف. الأجنحة كنظن أنه غيدخل حمودان وأوريبوني. بالنسبة للهجوم غيدخل إيغامان. فهذه هي التشكيله اللي كتبان لي غيقدر يدخل بها نصر الدين النبي الا ما شفناش شي مفاجات لا قدر الله. كنعرفوا يعني نصر الدين النبي اللي كيستاهل هو اللي كيدخل اساسي، فهذه من حسنات الرجل صراحه. فبالنسبه لي شخصيا هذه هي التشكيله المتوقعه. بغيت تقولوا لي يعني في لي كومونتير التشكيله المتوقعه ديالكم. بالنسبه لي ماتش يعني كيبقى كلاسيكو، ماتش ماشي سهل الخوت. ف يعني واخا انا يعني صراحه الوداد ماشي في اون فورم، ولكن كيبقى كلاسيكو، وكما قلت لكم في الاول فمباراه كتدخل التاريخ. ف يعني ما خصناش يعني ناخذوها يعني كباقي المباريات يعني شي ماتش عادي، لا بالعكس. فاحنا اصلا يعني اي ماتش ولينا كندخلوا دابا كانه نهائي، وهذه يعني حاجه مزيانه يعني اكتسبها الفريق. هو يعني خصنا ضروري انتصار، وهذه عقليه الفوز هي اللي خصنا تبقى عندنا دائما وابدا، حيت هي عقليه الفريق. عفوا. فكما قلت لكم الوداد واخا ماشي اون فورم فغادي تبغي تعطي لو ماكسيموم ديالها. بالنسبه للهضره ديال التحفيز ما تحفيز الرجاء البيضاوي يعني بودريقه الوداد، فهذه هضره ما كايناش، ويعني منفوه مع مجموعه من الصحف وقالوا بلي هضره ما كايناش. مي بون واخا سواء كان تحفيز ولا ماشي تحفيز، ف ما كنظنش ان الوداد غادي تساهل في هاد الماتشات، بالعكس. المهم حنا في شغلنا نلعبوا ماتش ديالنا، ما شغلناش في اي واحد. هذه حاجه. بالنسبه يعني الموضوع اخر اللي بغيت ندوي عليه هو يعني كنشوف باللي يعني اداره الجيش الملكي يعني رفعت مجموعه من القضايا المرفوعه، مثلا ضد الكرتيلي اللي كان واحد التصريح، وشفنا باللي يعني قالوا باللي يرفعوا عليه دعوى قضائيه، ولحد الان مازال كنتسناو يعني العقاب اللي غادي ينال هذا الشخص. لان ما يمكنش نحن نبقى نتسناو اي واحد بقى يدوي ودوز مرور الكرام. ولكن الغريب في الامر يعني شفنا يعني مجموعه من الاشخاص يعني قاموا يعني بسب جمهور الجيش الملكي، وما شفناش
اداره تحركات. في حين يعني تقدر تكون هنا الجهه منفكه وتقدر تكون متفقين معايا ولا لا. انا اللي لاحظتها يعني هذوك القضايا اللي شفناهم يعني رفعوا قضايا ضد الناس اللي يعني اشخاص اللي معروفين، وقالوا باللي اداره الجيش الملكي رفعت دعوى قضائيه ضدهم. يعني مش شفناش نتائج على ارض الواقع، ولكن يعني شفنا لافار اداره رفعت يعني قضايا ضد الجمهور وصيفطوهم الحبس. يعني شفنا النتيجه، بالعكس ما شفناش يعني الاخرين شنو وقع لهم. فما عرفتش اذا يعني بغيتكم تقولوا لي الراي ديالكم في هذا البلان هذا، حيت صراحه سؤال محير. كيفاش يعني رفعتوا قضايا رفعتوا يعني قضايا نيتي ضد الجمهور وشفنا يعني كيفاش مساكن مشاو الحبس، والاخرين ما شفناش يعني نتائج على ارض الواقع. حاجه اخرى اللي بغيت ندوي عليها هو يعني برافو 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 لي سيكسيون ديال كيرفاتشي، يعني تبارك الله عليهم. عجبتني واحد الفكره يعني قاموا بها. بداو كيلصقوا لي ستيكرز في مجموعه من المدن المغربيه بالنسبه للقضيه ديال 15 مليون. يعني فين وصلت التحقيقات، قضايا الفساد بالقشور كذا هادي. فمزيان بحال يعني بحال هاد لي ستيكرز هادو باش يعني تكون قضيه راي عام. فتحيه كبيره لهم. وحتى البلاك ارمي يعني اوفيسيال واحد الميساج: المرتشي كي يتعاقب والراشي يلعب. يعني هذا ميساج واضح وباين ديال البلاك ارمي. فباقي حنا كنتسناو يعني النتائج ديال التحقيقات. فما فهمناش علاش هاد التماطل بزاف، وماشي غير حنا يعني الراي العام، الناس اللي متابعه الشأن الكروي بالمغرب فكتسنى شنو واقع. فدير ما خصهاش دوز مرور الكرام. موضوع اخر يعني كنبغي نشيد بواحد اللاعب ابن مدرسه الجيش الملكي، هو مدافع وهداف في نفس الوقت. هو اللاعب اسماعيل بختي. واحد الدري كان دوا معايا في اللايف على هاد الدري هذا، تبارك الله. قرار يعني صراحه اللاعب واعد وتبارك الله عليه. يعني مؤخرا سجل مع هدف مع المنتخب المغربي للشباب ضد انجلترا، ويعني تقريبا تدازت واحد السيمانه تقريبا. سجل عاوتاني مع امل الجيش الملكي ضد الوداد. يعني تبارك الله السيد عنده ما يقول، كيفكرني في بورغيس، مدافع وهداف في نفس الوقت. فاحنا محتاجين النوعيه ديال هاد المدافعين، وان شاء الله يكون قريب نشوفوه يعني مدافع في ايكيب في الجيش الملكي ان شاء الله. لما لا، كنتمنى يزيد يخدم على راسو باش نشوفوه في مع الجيش الملكي. ف يعني مزيان نشوفوا بحال هاد الدراري في ولاد المدرسه، نشوفوهم في ايكيب و يعني كنتمنى ليه مسيره موفقه. بون الى هنا غنكون ساليش. ما تنساش معاك تخلي معاك لايك سبسكرايب لاشين عسكري 0506، ويعني ما تحرموناش من التفاعل ديالكم. شكرا لكم بزاف ان شاء الله.